تخيل لما تسلا وانفيديا يعملوا روبوت مش مجرد آلة لكن عقل بيفهم. تخيل معايا روبوت واقف على مسرح مؤتمر عالمي، الأضواء عليه والكاميرات بتصوره، يتحرك بثقة ويبص للجمهور ويبدأ يتكلم كأنه مذيع محترف، يقدمك على المسرح، ينطق اسمك بدقة ويتكلم بأسلوب منظم وواضح زي ما بيحصل في أكبر المؤتمرات في أمريكا جنب رؤساء شركات وصناع قرار. ده مش خيال، ده تسلا اوبتيموس جين 3 بعقل انفيديا ايزاك جي ار 00 تي. اهلا بيكم يا مجتمع المفكرين والمستكشفين. انا البروفيسور رام من داخل معمل رام سوفت، وبنقل لكم كل جديد في عالم التكنولوجيا قبل ما يوصل للعالم. طوله 173 سنتيمتر ووزنه 57 كيلو جراما بس. مفيش أسلاك ظاهرة، كل حاجة متصممة بدقة. يمد إيده يتحكم في الأشياء بدقة توصل ل0.08 ملم، يمشي بثبات، يجري بسرعة توصل ل8 كيلومترات في الساعة، ويتوازن على أي أرض. لكن القوة الحقيقية في عقله، عقل رقمي من انفيديا بيفهم الفيزياء قبل ما يتحرك، الجاذبية، الاحتكاك، التوازن، كل ده بيتحسب في أجزاء من الثانية. خلينا نفهم الجسد. الروبوت ده فيه نظام ميكانيكي متطور جدا، كل ايد فيها 22 درجة حرية واكتر من 50 مشغل كهربائي. تصميم يوزع القوة في الساعد عشان الحركة تبقى اخف وادق. يقدر يمسك بيضة من غير ما يكسرها، يطوي هدوم، يربط حذاء، وينفذ آلاف المهام. يشيل 20 كيلو جراما ويرفع لحد 68 كيلو جراما. لكن الجسم لوحده مش كفاية، العقل هو الأساس. انفيديا بتوغله بنظام جي ار 00 تي ان 1.7، نموذج ذكاء صناعي بيفهم الصورة واللغة والحركة، بيتدرب في عالم افتراضي كامل، يجرب آلاف المرات قبل الواقع، يغلط ويتعلم فورا وبعدين ينفذ في الحقيقة بدقة. وفي جيل جديد جي ار 00 تي ان 2 هيخليه يتعامل مع مواقف جديدة بكفاءة أعلى بمرتين. لما نجمع جسد تسلا مع عقل انفيديا نحصل على آلة تشتغل 24 ساعة بدون تعب وبإنتاجية ممكن توصل ل5 أضعاف الإنسان. هيشتغل في المصانع، في المستشفيات، في البيوت، يساعد، ينفذ، ويتكلم. وهنا السؤال: هل ده مساعد ولا بداية لبديل؟ هل ده عصر جديد ولا بداية تحدي أكبر؟ اكتب رأيك وخلينا نفكر سوا.